مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. بصوا، هو الفيديو ده هقولكوا كل تفاصيل السمنة الفلاحي. هقولكوا تعرفوا ازاي المغشوشة من السمنة الفلاحي الأصلية. هعرفكوا ازاي تسيحوها وتخزنوها من السنة للسنة. هي سهلة جدا، بس هي بتحتاج تقليب كتير. بصوا، انا كنت ايه كنت جايبة سمنة فلاحي، دول 2 كيلو. تمام. حطيتهم في الفريزر بس اتجمدوا شوية عشان اعرف افكهم من الكيس اللي فيهم، وحطيتهم في الحلة. جيت على نار عالية، سبتهم علشان ايه يفكوا كده ويسيحوا خالص على النار زي ما انتوا شايفين كده. كل ده كان على نار عالية. تمام. اول ما هتسيح كده وتبدأ تغلي، هقوم جاية موطية عليها النار خالص، وهي بقى ايه مع نفسها بقى. وهصور لكم مراحل من التسوية بتاعتها. بصوا، هعرفكوا ازاي تعرفوا السمنة المغشوشة من السمنة الأصلية. أولا، السمنة الأصلية لما هتيجوا تمسكوها، يعني هتاخدوا حتة كده وهي زبدة على صوابعكوا. مش هتلاقوها بتسيح على طول، لا هي بتاخد وقت عقبال ما بتسيح. انما السمنة المغشوشة، اول ما هتمسكوها كده وهي لسه زبدة، هتلاقوها ساحت كده وفرولت كده في ايديكوا، يعني ما مش هيبقى ليها اي اثر. بصوا، هنا دي كانت مراحل من تسوية السمنة. كانت خلاص هنا بدأت ان هي تفصل المرتة عن السمنة الأصلية بتاعتها. اديتها تقليبة كده. وطبعا أول ما تبدأ بقى تجمع، هقوم جاي مديها رشة ملح. تمام. المهم، لازم نبقى جايبين السمنة دي من حد كويس جدا احنا واثقين فيه ومجربينه، او حد تبعنا مجربه، فهنجيب من عنده. تمام. اول حاجه لازم نجيبها من حد احنا واثقين فيه كويس. تاني حاجه، هنعرف المغشوشه من الاصليه ازاي؟ اما نمسك حته الزبده على ايدينا ما نلاقيهاش بتسيح، يعني مش بتسيح على طول. بتاخد وقت كده عقبال ما تسيح على ايدينا، لكن اللي هي المغشوشه بتسيح في ساعتها، ما بتلاقوهاش. تمام. فده الفرق ما بين السمنه المغشوشه والسمنه الاصليه، لان اللي في السوق دلوقتي اكترها مغشوشة. انا بصراحة اللي بتجيبلي السمنة اختي، لان هي بتتعامل مع ناس هي بتثق فيهم وكده، واحنا مش اول مرة نجرب الناس دي، احنا بنتعامل معاهم من سنين يعني. تمام. المهم، كانت قايلالي على سمنة فلاحي بس صفرة. قالتلي الكيلو ب100 وكده. قلتلها خلاص تمام هاتهالي. رجعت قالتلي بصي، انا ام 100 ولاد خالتي جابوها، لقوها مغشوشة، يعني ال5 كيلو وقفولهم في الآخر على 2 كيلو، يعني بعد التحويل لزبدة وكده، لسمنة، من الزبدة لسمنة، بقوا ال5 كيلو بقوا 2 كيلو. بتقولي هدرت منهم ياما قوي. رمت مرطة كتير قوي. برضو من السمنة الأصلية ما بترميش مرطة. السمنة الأصلية المرطة بتاعتها تبقى حبة صغيرين، وهتشوفوها في آخر الفيديو. هنا كانت خلاص السمنة استوت. بصوا بقى هنعرف استوت ولا لأ ازاي. هنلاقي المرطة كلها رقدت تحت، السمنة بقت صافية كده معلهاش أي شوائب من فوق. تمام. المرطة رقدت تحت. هنسيب المرطة تتحمر لحد ما تاخد اللون بس الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. هي كده السمنة بتاعتي استوت. تمام. سبتها لما تبرد. وحطيتها في علبة كنت غسلها كويس. رحت جاية معبياها في العلبة. تمام. المرطة طبعا مش هرميها، انا هاكل منها اللي هاكله، والباقي هحطه في المش. المهم السمنة، قلت لها لا خلاص ما تجيبيليش اللي هي ام 100 جنيه. قالت لي خلاص تمام، طب اجيب لك انهي؟ قلت لها هاتيلي الغالية. فدي كانت الغالية، ده كان الكيلو ب175 بس. فلازم اهم حاجة نجيب السمنة ان احنا نكون واثقين فيها، احنا ندفع فلوس ما نجيبش اي حاجة. تمام. هنا كنت جبت مصفى بصفي السمنة اللي في المرطة. تمام. هتشوفوا بقى بصوا هما دول حبة المرطة بس اللي طلعتهم. انا جبت 2 كيلو بيضة لان انا بحوش القشطة بتاعت اللبن وبعملها سمنة. انا بقى محوشة حبة هنا. هعملها لكم في فيديو ازاي تحولوا القشطة لسمنة. بصوا بقى هجيب طبق صغير واحط فيه بقى المرطة. بصوا الحبة قد ايه اللي طلعتهم من 2 كيلو، يعني ما يكملوش ربع كيلو حتى.
تمام. دي كانت كل تفاصيل السمنة. وعلى فكرة اليومين دول هم اوان السمنة، تجيبوهم من اخر 2 من اخر شهر 12 بتبدأ السمنة كويسة تطلع 12 و1 و2، غير كده ما تجيبوش سمنة تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم فدتكم، ولو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. بصوا هنا بقى هجيب رغيف وهبدأ بقى ان انا اكل كده من المرتة، انا بعشق المرتة اساسا. واللي بيتبقى بقى بقوم جايه مدياله تسخينه كده جامد ومزوداله الملح وحطاه في برطمان المش، ما بيترماش برضه، بينتقل بيه المش. تمام هغطي بقى العلبه كده وبعد كده هاخدها بقى انا احطها في التلاجة. هنا كنت خلاص بقى خلصت. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. اعملوا في السمنه زي ما انا قلتلكوا بالظبط.